سلام أمهات. على بالي بلي كل أم مئات المرات بصوت هادئ ولا بصوت عالي كل مرة نفس السيناريو يتعاود. الطفل يتهرب يبكي والأم تتنرفز تتقلق وتبدأ تقول في روحها: علاه ولدي ما يحبش يقرأ؟ واش درت له؟ أنا غير راني حابة نعاونو. هنا إذا كنتي من هذه الأمهات وكنتي تعبتي من هذا الصراع اليومي، خلي قلبك يسمعني اليوم. راني باش نحكي لك على السبب الحقيقي اللي خلى ولدك يرفض المراجعة ويبعد عليك كي تقربي ليه ولا تساعديه. ماشي لأنه عنيد وماشي لأنه يكرهك، كاين أمور أعمق، أمور نفسية وعاطفية وسلوكية. وفي هذه الحلقة الموضوع راح نحفروا في أعماق ونفهموا الطفل من الداخل ونكتشفوا الحل خطوة بخطوة باش يتحول وقت المراجعة من عذاب إلى لحظة حب وتعاون بين الأم وولدها. قعدوا معايا، ما تنسونيش باللايك والاشتراك ونبدأ الموضوع إن شاء الله. هنايا أول حاجة خاصنا نفهموا الطفل شهي المشكلة تاع، لازم نفهموا السبب. الطفل راهو إنسان صغير عنده مشاعر، مخاوف، حاجات نفسية. مرات يكون التصرف السلبي تاعو مجرد طريقة باش يقولنا بها أنا نتألم، ساعدوني، بلا ما يعرف يعبر بالكلام تاعه. هنايا قادر يكونوا أسباب عن تجربة سلبية، ممكن كان الأستاذ يعايره في القسم قدام التلاميذ ولا صحابه يضحكوا عليه لأنه ما جاوبش مليح، يكون تولي له عقدة. قادر تكون مقارنات الجارحة، كي الأم تقول لولدها شوف خوك كيفاش يراجع، شوف بنت خالتك كيفاش قارية. الطفل هنا يحس بالضعف ولا الضغط الزائد. الطفل راه صغير، وإذا الأم تبغي يراجع 3 ساعات متواصلة ولا يحفظ كل شيء في النهار، ما يقدرش، غادي يكره. وهنا علاه يرفض يعاون، علاه يرفض يعاونك. كاين اولياء يقول لك ما حبش حتى يقعد معايا، ما قدش يقعد معايا. بصح واش هو السبب اللي خلاه هذا الرفض؟ شوفي الاسباب اللي خلاته ما يقعدش معايا. كاين الاسلوب الجاف تاع الام هنا تحب تعاون، بصح تستعمل اوامر: اقعد، اسكت، ما فهمتش، راك ماكش مركز. الطفل يحس براسو غبي فيرفض يقعد معاها من هذيك الهضره الجافه. بالك غياب الحنان. الطفل كي يحس انه ماشي محبوب كي يغلط يبدا يربط المراجعه بالعقاب ويخاف يقرب. هذا تاني غادي ياثر عليه. تاني نقص الاستقلاليه، كي الام تدير كل شيء بلا ما تخليه يختار، الطفل هنا يحس بالقهر ويقعد يتمرد. هادو اسباب غادي يخلوه يرفض يقعد معاك. مام كي تبغي تقريه غادي يكره، يقول يربط هادو الاسباب بالمراجعه. وهنا تأتي المراجعة على العلاقة الأم بولدها. هنا هذه العلاقة كل يوم تبنى، كل يوم تبنى هذه العلاقة، وكل لحظة فيها مراجعة نقدروا نربحوا ولا نخسروا ولادنا. وهنا كي تولي المراجعة عبارة عن عقاب، الطفل يبدأ يربط بين وقت القراية بالعياط والصياح والتهديد. مع الوقت يولي يكره كلش. ولا تاني قادر لفقدان الثقة، كل مرة الأم تقول له راك ما تفهمش ولا واش من مخ عندك، الطفل هنا يفقد الثقة في نفسه، تولي عنده عقدة. أما العلاقات التنافسية، مرات الأم تحاول تفرض روحها، لا تقرأ كيما نقول لك، وتبدا الطفل يحاول يثبت العكس، يعاند. المعاندة تنافس، هي تقول حاجة هو حاجة. هنا هذه غادي تأثر تاني على المراجعة وما تخليهش يقدر يراجع معك. هنا واش لازم الأم تدير كخطوة بخطوة، خاص مرحلة بمرحلة. المرحلة الأولى هي مرحلة الإصلاح العلاقة. خلي الحاجة الأولى تصلحي العلاقة، خليه يحس يحبك، عنقيه، قولي له أني هنا باش نعاونك، بصح نحبك تنجح ولا ما نحبك مالغري تنجح ولا ما تنجحش. هنا خاص ما تربطيش الحب تاعك غير بالنجاح تاعه. هنا وفري له مكان هادئ، خصي له ركن صغير في الدار يكون مريح، فيه طاوله، كرسي، ضوء، بلا تلفاز، بلا صياح، بلا والو. ديري له وقت محدد. الطفل يحتاج روتين، مثلا كل يوم بعد قيلوله نراجعوا 30 دقيقه، ماشي كل وقت وانت تراجعي، كل وقت انت تراجعي غادي يكره الطفل. هنا ديري استراتيجيه صغيره، كل 15 دقيقه وقفي لعبي معاه، شربوا الماء، ضحكوا، باش ما يحسش بهذاك الضغط، يحس بداك الضغط، يحس بداك الكرهه، يحس بداك هنا هذيك هي اللي تخليه يحبس كل شيء. اما بالنسبه
تغيير طريقة المراجعة، إذا كان عندك طريقة معينة من قبل اللي ما كانش يحب يراجع فيها، بدلي له الطريقة، ديريها له باللعب والتعليم، خليه يراجع وهو يلعب مثلا كالكلمات يحفظها بلعبة، الكلمات المخبأة كما نقولوا غادي باش يحفظ، ديري له مثلا فكريه بحاجة، قولها باش تعقل عليها ما تنساهاش، ديري له العمليات بالحساب نعملوهم كيما التحدي، هنا نحفظوا الدرس بالفيديوهات او الرسوم متحركه. قلبي الادوار، خليه يشرح لك هو وهو يكون الاستاذ، بهذا غادي يحس بديك الهيبه تاعه، ويحس باللي هو اللي هيفرض نفسه، والطريقه اللي راجع بها وهو فرحان. شوفي الطريقه اللي هو اللي تساعده، سيي معاه الطرق حتى تخرجي في النتيجه اللي تساعده، وهنا ما غاديش تحسي بداك الضغط اللي كنتي تحسي فيه من قبل. هنا المرحلة الرابعة ونشوفوا هي الدعم والثقة بالنفس. دعم الثقة في النفس، شجعيه على المحاولة، كي يغلط قولي له مليح جربت، نعاودوا مع بعض بلا ما تنتقديه، احتفلي بالنجاح تاعه ولو كان صغير، كي راجع نص ساعة بلا ما يعاند بلا ما يهبلك، قولي له برافو راك كبرت راك دير مجهود، ساي ما راكش صغير. هنا ديري دفتر الانجازات، كل مرة ينجح حطي له ستيكرز وكتبي له انت راك قدها راك قوي راك منا، هذا يشجعه ويعطيه داك الحافز النفسي والاخر. وهنا اذا درتي كاع هادو الصوالح اللي قلت لك عليهم ودرتي كاع دو المجهودات وسيتي معاه جميع الطرق اللي جربتيها، وقعد دائما بكاء مفرط، رفض تمل القرايه، تاخر كبير في المستوى، مشاكل في النوم او الاكل، هنا من الاحسن غادي تروحي تراقبيه في المدرسة كيفاش راهم يتعاملوا معاه. هنا بالك عنده ضغوطات، بالك عنده تهديدات، بالك الطفل حنا ما راهش عنده غير كيما نقولوا لونتوراج غير في المنزل، عنده الجانب الخارجي. هنا من الاحسن اذا شتيه ما بغاش يتصنت لك ما بغاش لاخر، ديه الى مختص في طبيعه الاطفال باش يفهم السبب العميق ويعطينا حلول مناسبه. هنا ليسونسيال الطفل تاعك ما غاديش تخليه يطيح في ديك الدوامه، وغادي تهملي طفلك ومن بعد تلقي صعوبات في الكبر. ختام هنا نقول لك الطفل ما راهش عدو، هو شريك في القرايه، اذا لقيتي الطريقه المناسبه وصبرتي غدوه يولي يقرا وحده. المراجعه ماشي حرب، لازم تكون الام تعاون بحنان وتفاهم، وولدك هو المستقبل تاعك وهو طريق النجاح ان شاء الله تاعك. اذا شاركي، ما تنسونيش اذا عجبكم الفيديو شاركوني باللايك والاشتراك.